من هو أحمد القندوسي؟ أحمد القندوسي لاعب وفاق سطيف الجزائري، لاعب خط الوسط، عنده 23 سنة، من مواليد 22 يونيو 99، وطوله 176 سنتي. يعد القندوسي من ناشئين وفاق سطيف، وتم تصعيده للفريق الأول في فبراير 2019. لعب حوالي 104 مباراة محلية وقارية، سجل 21 هدف وصنع لزملائه 19 هدف. تحول أحمد القندوسي إلى ركيزة أساسية في صفوف الفريق الجزائري هذا الموسم، حيث لعب 40 مباراة في الدوري ودوري الأبطال، سجل 7 أهداف وصنع 6 لزمايله. تبلغ القيمة التسويقية للاعب حوالي 1.3 مليون يورو وفقا لتقارير شبكة ترانسفير ماركت، ويمتد تعاقده مع ناديه حتى صيف 2024. اللاعب ده يعتبر الجوكر في فرقته، ولاعب شاب سنه مميز، يجيد أداء جميع مهام خط الوسط، سواء مدافع أو مهاجم أو الجناحين الأيمن والأيسر. بدأ مشواره مع وفاق سطيف كان بيلبس رقم 54، وانتقل للرقم 43، وبعدين انتقل للرقم 6 منذ بداية الموسم الماضي. السؤال بقى هنا، هل الصفقة دي في التوقيت ده الأهلي كان محتاجها، ولا كان محتاج المهاجم اللي كنا شغالين نفسنا بيه جدا وحاطين الموضوع كله على المحك، وخصوصا في عدم ثقة المدرب بتاعنا في المهاجمين اللي موجودين عندنا؟ أنا لو هتسألني على وجهة نظر، أنا مقتنع إن الراجل ده صفقة جيدة جدا، وأنا كنت محتاج نوعية دي من اللعيبة في نص الملعب بتاعي، وخصوصا لما كنت بتسمعوني بقول لكم إن أنا كنت عايز بالرمضان جدا، عايز لعيب الكواليتي بتاعه مختلف، لعيب عنده مهارات لقدام شوية وبيعرف يرقص وبيقدر ينقل الفرقة وبصير كويس. الحاجات دي كلها تفرق معايا جدا. طب هل انا جايب القندوسي ده عشان يلعب معايا كاس العالم للانديه بس؟ انا ما اظنش ان الحسبه عند النادي كانت كده، لان انا لو عايز اجيبه كان عشان كاس العالم واهميه كاس العالم بالنسبه لي، انا كنت خلصت الصفقه دي من زمان. طبعا لاعب سنه صغير ولاعب متميز، وانا كنت عارف ان الزمالك كان داخل في الصفقه بقوه برضو. لكن الاهم عندي والاهم من وجهه نظري اني عارف ان اللاعب ده لاعب مفيد، ولاعب هيفرق معايا في شكل الفريق ومنظومه الفريق. الاولويه كانت ايه؟ الاولويه ان انا كنت جبته وجبت المهاجم قبل منه، وخصوصا ان انا رايح العب بعد كام يوم. ما اظنش انه ممكن القندوسي ده ياخد اساسي في الفرقه في ظل وجود ديانج وحمدي فتحي والسوليه في قمه مستواهم، وفي ظل ان هو ما لعبش مع الفريق ولا مباراه. لكن يفرق معايا جدا لما ارجع العب الدوري بتاعه، ويفرق معايا جدا لما اجي العب في افريقيا، وخصوصا ان هو لاعب مؤثر جدا، وكان زي ما قلنا من الركائز الاساسيه لوفاق سطيف، وكان مؤثر جدا في اداء الفريق ككل. الصفقه بنسبه كبيره خلصت، ومش عايز اقول لكم يعني ايه استخدم السحر بتاعي بتاع كل مره وابوظها، لكن انا سمعت قبل ما اعمل الفيديو ان اخوه بيبارك له على صفحته على اللعب في كاس العالم للانديه وكان رئيس النادي موجود في القاهره، وكان حوار كبير من كام يوم. فيعني بنسبه 99% الصفقه انتهت وناقص بس الاعلان. فانا عشان يعني ايه نكون منصفين، عشان بس ما نقعدش نتكلم، احنا اتكلمنا على اللاعب ده قبل كده زيه وزي لعيبه كتير كنا نتمناهم بالرمضان، وهو وكذا لاعب، وصفقه جيده وسن مميز، ولاعب انا متاكد ان هو هيبقى مؤثر مع الاهلي وهيفرق مع الفريق ككل في الاداء. فهو اضافه كويسه، حتى لو انا كنت ممكن اسمع ناس كتير هتبقى عايزه المهاجم الصريح وراس الحربه اللي عملنا عليهم ريفيوهات كتيره، لكن انت لو اتفرجت على اللاعب وعلى اداءه هتفاجئ بانه او هتعرف ان هو لاعب اضافه للفريق، وانا كنت محتاج الكواليتي ده من اللعيب. فيعني ايه، عايزين نرحب باللاعب عندنا وعايزين نستبشر خيرا لحد ما ربنا يكرمنا كده ونخلص من بيرسي تاو ونخلص من سافيو ونفضي مكانين كويسين نجيب منهم راس حربة جامد، ونجيب مارسيلينو الجناح اللي انا ولسه مصر
الجناح اللي لسه مصر انه هيكون اضافه كبيره جدا للاهلي لو جه. الدقايق اللي جايه دول هتشوفوا فيها، اسيبكم تتفرجوا على كل مهارات القندوسي وتقولوا لي رايكم في الكومنتات، اللاعب اضافه ولا ايه من وجهه نظركم.